هذه المكرونه اللي تشتريها من البقاله تقدر تسوي فيها لد وصفه لجوع اخر الليل ب3 ريال بس. تعالوا اعلمكم هذه الوصفه. واه هيلو والله بالعويل. اول شيء على النار مويه حاره نخليها لين تغلي، في المويه نحط رشه من الزيت زيتون ورشه ملح وننتظر المويه لما تغلى معانا. وبعد ما غلت معانا المويه بهذا الشكل راح انزل المكرونه واخليها تغلى لمده 7 دقائق. ميكس لين ما تتمازج المكرونه مع المويه والزيت الزيتون والملح، وراح انتظرها تستوي لمده 7 دقائق. وبعد ما صارت جاهزه معنا المكرونه وصفيتها من المويه، لازم تخلونها نص استوى شويه قاسيه زي كذا نحتاج القوام حقها. وبعد ما المكرونه صارت جاهزه معنا نجيب الغاز ونولعه ونحط الطاوه ورشه زيت زيتون وملعقه معجون طماطم كبيره وميكس ونضيف البهارات، ملعقه من اوريجانو وزعتر، بهارات ايطاليه، بصل باودر، كركم، فلفل اسود، كزبره باودر، ولا تنسون ثوم الباودر ورشه ملح وميكس وعلبه من القشطه. يا قشطه يا حلو يا قشطه تنسى لكم المتابعه. خلصتنا من نفس الوقت ما بقى لنا شيء. يلا وربع كوب حليب وملعقه كبيره جبن سايل وكذا الصوص صار جاهز معانا. يا سلام. وننزل المكرونه اللي سلقتها فوق الصوص بهذه الطريقه وميكس وكذا المكرونه خليها تتسبك مع الصوص بهذه الطريقه. يا سلام فعلا مكرونه جوع اخر الليل. صحن وننزل الباستا في قاع الصحن ونزينها بملعقه جبن فيتا مع زيت زيتون ورشه فلفل مجروش اذا تبونها سبايسي بهذا الشكل. وهذه النهايه. هذه اسهل وابسط طريقه لمكرونه جوع اخر الليل، سهله وسريعه وب3 ريال بس. لازم تجربوها وبالعافيه عليكم.